عاجل. وزارة التربية تحدد اشتراك التلاميذ والطلبة في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2024. أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية أن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت اشتراك التلاميذ والطلبة في الامتحانات الوزارية على وفق الآتي: 1. يحق لجميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي المستمرين بالدوام للعام الدراسي الحالي الاشتراك بالامتحانات العامة الوزارية. 2. يحق لطالب الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفروعه كافة الاشتراك بالامتحانات العامة الوزارية إذا كان ناجحا في جميع الدروس أو مكملا في درس واحد أو درسين أو 3 دروس في درجات السعي السنوي بعد إضافة درجة القرار، وهي درجات فقط. داعيا المديريات العامة للتربية تبليغ الإدارات المدرسية كافة للعمل بموجبه. وزارة التربية تحدد اشتراك التلاميذ والطلبة في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2024. أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية أن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت اشتراك التلاميذ والطلبة في الامتحانات الوزارية على وفق الآتي: 1. يحق لجميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي المستمرين بالدوام للعام الدراسي الحالي الاشتراك بالامتحانات العامة الوزارية. 2. يحق لطالب الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفروعه كافة الاشتراك بالامتحانات العامة الوزارية إذا كان ناجحا في جميع الدروس أو مكملا في درس واحد أو درسين أو 3 دروس في درجات السعي السنوي بعد إضافة درجة القرار، وهي درجات ثقة. داعيا المديريات العامة للتربية تبليغ الإدارات المدرسية كافة للعمل بموجبها.